السلام عليكم خوتي الأعزاز، إن شاء الله راكم ملاح، إن شاء الله راكم بأفضل الأحوال يا ربي. الفيديو اللي راح تشوفوه لنا اليوم تاع واحد الأخت فات عليا الفيديو تاعها، يعني صدفة حاب نشارك معكم الفيديو هذا ونحكي شوي ونقصر معكم في واحد الموضوع. على بالي الموضوع هذا راح يحيركم شوي وراح تستغربوا، ولكن راح تستافدوا من الهضرة اللي راح نقولها لكم. أول حاجة قبل ما نبدأ نقصر مع خوتي، شوفوا الفيديو تاع الأخت هذه ومن بعد نرجع معكم. انا راجلي لو كان ما يعطينيش قتله تاع الكلاب كيما هادي، ما يصرفقنيش، ما يتشنشفنيش، ما يضربنيش، نولي كاع ما نعشقش فيه. ربي. دركا خاوتي، دركا هذه انا ما فهمتش، فات عليا الفيديو بصح ما على باليش اسكو من نيتها قاعده تقصر، والله ما فهمت حاجه يا خاوتي. دركا هذه وش راهي تقول؟ هذه راهي تحرض، اول حاجه راهي تحرض على العنف ضد المرأة. يعني يا أختي إذا تشوفي في روحك باللي انتي رخيصة وتقبلي الذل والإهانة، كاين بنات الفاميليا اللي ما يقبلوش الشي هذا، كاين بنات الفاميليا اللي ماذا بهم الراجل يعزها ويحترمها، مش يضربها ويعفس عليها كيما اللي راهو عفس عليك. يعني من الهيئة نتاعك بلا ما ندخل في لي ديتاي ونحكي كذا وكذا. المهم انا نحكي على حسب الفيديو اللي شفته، وعلى حسب الامر اللي شفته، وعلى حسب الفعل اللي راكي ديري فيه. دروك انت واش راكي حابه توصلي لنا بالفعل هذا؟ حابه تقولي لنا باللي انا رخيصه، نقبل الذل، نقبل الاهانه، اللي راهو بحذاك بالنسبه لي انا ماهوش راجل، باسكو راكي مدايره فيديو قدامه وراهو يشوفك باللي ديري الفيديو وتبيني فيه البيبليك. اذا راجلك واش راح نقول لك؟ يعجز اللسان عن الوصف، لانه هذاك بالنسبه لي انا وبالنسبه للرجال اللي عندهم غيره وعندهم الشرف وعندهم الحرمه خط احمر، ماهوش راجل بالنسبه لنا. اوكي بوا ما نكملوش ومانيش راح نزيد معاك باش ما نروحش معاك لبعيد. ويرجع ليكم، اسكو انتي اختي العزيزه اللي راكي تشوفي فيا تقبلي الاهانه والذل كما اللي راهي قبلته هذه الاخت، ولا لا؟ اعطيوني رايكم في اللي كومنتار وما احناش راح نطولوا فيها. سلام عليكم.